كل ما اتكلم مع اي مريض بقاله فترة بيعاني وجربنا معاه اكتر من خطة علاجية وللأسف ما حصلش التحسن المرجو، او هو مش حاسس بالتحسن المرجو نتيجة حالته النفسية نتيجة حالته البدنية، واقول له احنا دوري ان انا احاول اسيطر على المرض لغاية اما ربنا سبحانه وتعالى يأذن ويكون له علاج قاطع، لان انا مؤمن ان كل الامراض لها علاجات الا الهرم بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بيظن ان انا بقول كلام مرسل. فحبيت النهارده اكلمكم على الجديد في علاج الذئبه، ابحاث بس في خلال اخر سنه واحتماليه ان احنا ان شاء الله نوصل لعلاج قاطع لهذا المرض. النهارده هكلمكم على الجديد في علاج الذئبه. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. يمكن انا طولت شويه في المقدمه، بس نفتكر دايما حديث النبي عليه الصلاه والسلام: تداووا عباد الله فان الله لم يجعل داء الا جعل له دواء، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وبالتالي انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيأذن، وان المشكله في ان احنا ما وصلناش احنا للعلاج، لكن العلاج مش موجود. وبالتالي في 3 ابحاث جداد بيتكلموا على الذئبه ممكن يفرقوا جامد قوي 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 في العلاج في الفتره القادمه. اول واحد هو استبدال جهاز المناعه كليا، زي ما بيحصل في بعض اورام الدم، ان احنا نستبدل خالص الخلايا المناعيه بحاجه تانية بنسميه تي كار سيل ثيرابي. وده في انجازات كبيره تمت على ارض الواقع فيه، انما هو علاج مكلف جدا وحتى اللحظه ليس علاج موصى به من الهيئات العالميه. الدراسه الثانيه هي احنا ما كناش عارفين مثلا الانترفيرون اللي بيزيد في الذئبه بيشتغل ازاي. قدرنا نعرف المستقبل اللي بيشتغل عليه، وبالتالي شركات الادويه هتبدا تعمل ادويه تقفل هذا المستقبل، وممكن جدا يكون ده العلاج القاطع للذئبه. الحاجه الثالثه ان بدانا نعرف جهاز المناعه كويس قوي بيشتغل ازاي في الذئبه، وان في خلايا اسمها الخلايا التائيه المنظمه. يعني زي ما نكون كده في عندنا ضابط بوليس منظم زي الشرطه العسكريه كده، هو من ضمن الخلايا اللي موجوده في الخلايا المناعيه التي سيل. ودي لما بنقدر نظبط مستواها في الدم نقدر نقلل من افراز الاجسام المضاده اللي بتعلى في الذئبه. دي كانت انماط بسيطه خالص للدراسات وصلت لايه، وبالتالي باذن الله سبحانه وتعالى في علاج جديد اللي ممكن يبقى علاج قاطع. فوصيتي ما تفقدوش الامل، وامشوا وخلوا دايما صورة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قدام عينيكم، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يقويكم ونسيطر على المرض بإذن الله سبحانه وتعالى حتى وجود العلاج القاطع اللي حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها دي مش موجود. وبالتالي مهم جدا تعرفوا ان الابحاث شغاله، بس احنا ما عندناش حاجه موجوده لحد دلوقتي. عشان اللي بيروجوا ان اعشاب او اكسجين نشط او هو اللي بيعالج الذئبه ويقضي عليها، هذا الكلام عاري تماما من الصحه حسب اخر دراسات وحسب المؤسسات العالميه. ودمتم سالمين.